ومعلقه كبيره من كريم شانتيه الخام. وهضيف الخليط بتاع الكريم كراميل وهو سخن، معلقتين كبار من القشطه اللي بتتجاب من السوبر ماركت. وهضرب بقى كل ده كويس جدا في الخلاط. جبت بقى صينيه عندي مقاس 20 وممكن تستخدموا بولات عادي. ضفت عليه ظرف واحد من الكراميل اللي بيجي مع العبوه، وبعدين هنزل بالخليط اللي احنا ضربناه كويس جدا في الخلاط، وبعدين هدخله التلاجة يمسك نفسه. تقريبا قعد 4 ساعات في التلاجة. ده بقى شكله بعد ما خرج من التلاجة. هو فاصل لوحده من غير ما اسلكه او اي حاجه. لقيت الكراميل طالع لفوق كده لوحده. هزيته هزه بسيطه كده وبعدين قلبته في الطبق. عايزه اقول لكم متماسك جدا وكريمي وطعمه حلو جدا، مختلف عن طعم الكريم كراميل العادي اللي احنا بنعملوه. والسكر بتاعه حلو قوي. تقدروا تقدموه قطع كده وتقدروا تحطوه في بولات وبعدين تقلبوها. من الحاجات السريعه اللي ما بتاخدش اي وقت لو جالك اي ضيوف، في نفس الوقت شيك وطعمه حلو. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي.